السلام عليكم، ازي حالكم؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد طبعا، وشرح جديد واستراتيجية جديدة ولعبة جديدة هتخلينا نكسب كتير جدا زي لعبة التفاحة بالظبط. طبعا اللعبة اللي قدامك على الشاشة ديت فهي لعبة كله عارفها، اللي هي لعبة المصباح. نقدر نكسب منها مكاسب كبيرة جدا، وخلي بالك ان الاستراتيجية بتاعتها قريبة جدا من استراتيجية لعبة التفاحة. لو انت ما شفتش الفيديو فتنزل تشوف الفيديو بتاع لعبة التفاحة وشوف احنا كنا بنكسب منها ازاي. استراتيجية حقيقية قدام عينيك، جربنا مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وجربنا. طبعا بفكرك ان الاستراتيجيات اللي انا بنزلها ديت على القناة فهي ما تنفعش غير مع الناس اللي مسجلة ببرومو كود ليام 15. لو انت مش مسجل بالبرومو كود فما تجربش الاستراتيجيات ديت عشان ما تخسرش فلوسك. طبعا الناس المسجله بالنقود فانت طبعا نسبه الحظ بتاعته كبيره جدا، زي ما تنساش ان هو بيديك 200% على الايداع الاول. لو انت شاحن ب 1000 بتاخد 2000، ولو 500 بيبقى 1000، وايا كان المبلغ اللي انت هتشحنه. وطبعا كل ما تشحن هيبقى اكتر، هتاخد ضعف المبلغ تقدر تلعب بيه وتقدر تعمل بيه اللي انت عايزه. طيب زي ما انت شايف كده اللعبه قدامك، طبعا لعبه المصباح كله عارفها، لعبة كويسة جدا فيها مكاسب حلوة لو اتبعت الاستراتيجية بتاعتنا. لو انت مش مسجل ببروم كود ليام 15 هتروح تعمل ايه؟ هتروح تعمل حساب جديد، ومن الحساب الجديد هتروح طبعا تحط باركود ليام 15 وتشحن اكبر مبلغ تقدر تشحنه. لان كل ما تشحن اكتر في الايداع الاول اللي هو الشحنه الاولى، هتلاقي ان انت عندك نسبه كبيره جدا زائد نسبه الحظ الكبيره جدا اللي بيحطوه لك باركود ليام 15. بص كده معانا، انا هنا وصلت لحد فيه 27 زي ما انت شايف كده اهوت. هقول مثلا خذ الارباح قدامك اهو، انا معاك على الشاشة. شوف انا كنت داخل ب20 جنيه، خليتها 223 جنيه. طيب ايه الاستراتيجية اللي هنمشي عليها؟ تقريبا هي نفس الاستراتيجية بتاعت لعبة التفاح. بص كده، خلينا نعمل رهان جديد ونخش ب800، لان انت يا عزيزي لو انت متابعني فانت عارف ان انا اكتر حاجة بتفائل بيها هو رقم 80 في الالعاب، لان هو رقم 80 بيكسبنا كتير جدا في الالعاب كلها. ما بحبش اكسب او ما بحبش اخش لعبة باقل من 80. هنضغط مثلا الرهان زي ما انت شايف اهو. بص كده، لو انت كنت متابعني تعالى معلش خش تاني. هي طبعا اللعبة لازم دور ودور، انت فاهم الكلام ده. ويمكن هنا مش زي يعني لعبة التفاحة كانت بتدين طبعا لحد في اتنين هنا. لو انت متابعني فانت لحد في اتنين هنا وما تكملش، خد الارباح وخلاص ومشي، لان اللي جاي ده مش مضمون. تمام، يعني اللي جاي ده مش مضمون، مفيهوش حاجة مضمون. طبعا انا وصلت لحد فيه 6، خلينا ناخد واحدة كمان في 11. ها، واحدة كمان في 27 هاخدها مثلا دي. زي ما انت شايف كده كسبت قد ايه؟ كسبت من ال80 جنيه 2237 جنيه. طبعا حاجة كبيرة جدا بالنسبة لل80 جنيه انك توصلها 2237. طيب ده لو انت عايز تمشي على الاستراتيجية ديت، فانت غالبا كل لعبتين او ثلاثة هتوصل معاك لحد فيه 27. فانت غالبا يعني لو ما عندكش مشكلة، او غالبا هي ما فيهاش مشكلة اصلا ان انا اخسر مثلا 80 جنيه. تمام، مرتين مثلا، يعني اخسر 100 و 160 جنيه، او اخسر 180 جنيه، بس في المقابل اخد دور واحد. الدور ده يوصلني ل 2200 جنيه وشويه. يعني لو انا ما عنديش مشكله اللي انا اخسر دورين ثلاثه، بس في نفس الوقت الدور اللي انا اكسبه اوصل بيه لحد 2200 جنيه، يعني اكسب اضعاف 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 اللي انا حاطه. فانا هتعمل نفس الطريقه اللي انا عملتها دي بنفس الخطوات بنفس الاماكن اللي انا ضغطت عليها. طيب لو انا واحد بقى بخاف على الفلوس وبالنسبه لي بشحن مبلغ قليل ومش عارف ايه كده، هعمل ايه؟ هقول لك اهو، العب مره اخرى ب 80، وهنصحك انك ما تلعبش باقل من 80، وخد نفس الخطوات دي دي اهي. اسحب يا باشا لحد هنا كده، خد الارباح. انت كده وصلت لحد في 2.4 يعني من 80 وصلنا ل 192. طب تعالى جربها تاني قدامك عشان تتاكد منها. ما تنساش طبعا ان كل دورين ثلاثه لازم يطلع لك دور في النص كده ياخد منك، ده الطبيعي اهو. بص اهو، اوصل لحد هنا وخذ الارباح. ده بقى لو انا راجل بخاف، وبالنسبه لي اللي انا خايف على الفلوس مثلا ان هي تروح مني، او ما معيش تمانينات كتير، يعني ما معيش 80 جنيه كتير مثلا. انا شاحن مثلا ب 400 500 جنيه، فبالنسبه لي ال 80 مشكله. فانا بالنسبه لي اعمل نفس الخطوات دي اهو. شوف نفس الاماكن بالظبط اهي، نفس الاماكن بالظبط، خذ الارباح. عملنا من 80 390 ورا بعض. تمام. لو انت بالنسبه لك ما عندكش مشكله ان انت تكسب دور، او ان انت تخسر دورين ثلاثه وتكسب دور توصل بيه لحد 2200 جنيه، فانت هتعمل زي ما شفت في اول الفيديو. ده كان شرح جديد للعبه ديت. اللعبه دي لعبه ممتازه جدا، ومن اكتر الالعاب اللي انت تقدر تكسب فيها.
طبعًا لازم عشان تجرّب الكلام اللي أنا قُلته ده تكون مسجّل برومو كود ليام 15. لو أنت مش مسجّل بالبرومو كود فما انصحكش إنّك تعمل كده، ولكن أنصحك إنّك تروح تفتح حساب جديد، تسجّل برومو كود ليام 15 الموجود عندك على الشاشة، عشان هو اللي بيدّيك نسبة حظوظ كتيرة جدًا، وتجرّب الاستراتيجيات بتاعتنا، مش الاستراتيجية دي بس، استراتيجيتنا والاستراتيجية الموجودة في بقية الفيديوهات اللي على القناة بتاعتنا. أشوفكم في فيديو جديد.